أقول لهؤلاء الناس ليس لأهل ليبيا فقط، وأخص بالكلام أهل ليبيا. يعني ما نراه الآن حكام السعودية وحكام الإمارات، ما وجدنا بقعة في الأرض فيها تآمر على المسلمين، بل حتى على أناس يتوقون إلى الحرية والتخلص من الاستبداد والعبودية. ما رأينا بقعة في الأرض وتآمر يحتاج فيه إلى دفع أموال إلا وكانت أموال الإمارات والسعودية حاضرة فيه، هذا بالمشاهدة. وأموال السعودية رأيناها تهدر بالمليارات إلى الأمريكان وإلى الأوروبيين وتحرم منها شعوبهم. وهذه الأموال هي صحيح عندهم بترول، ولكن من مصادر الأموال التي تأتيهم هي ما يجنونه من السياحة ومن الحج والعمرة ومن وسائل أخرى. أقول للناس في ليبيا وفي غير ليبيا، في السعودية وفي غيرها، وأنا عندما أخاطب الناس إنما أدين حكام السعودية ولا أدين شعب السعودية ولا شعب الإمارات، فإنهم مغلوبون على أمرهم. أقول للناس المعتمرين وللحجاج: من حج مرة ومن اعتمر مرة فلا ينبغي أن يدفع آلاف الريالات في جيوب حكام السعودية ليقتلوا به أبناء المسلمين. يقتلونهم في اليمن، ويقتلونهم في ليبيا، وسيقتلونهم في السودان، وسيقتلونهم في الجزائر، وسيقتلونهم في تونس. وكما قلت ليس هناك بقعة في الأرض إلا ويسعون فيها فسادا بأموالهم. فمن حج أو اعتمر مرة فحجه بعد ذلك وعمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما. وعليه هذه فتوى أتحمل مسؤوليتها أمام الله. أقول هذا للشعب الليبي، وأقول هذا لجميع بلاد المسلمين: من حج ويعتمر فلا ينبغي أن يحج ويعتمر ويدفع الأموال لحكام السعودية ليقتلوا بها أبناء المسلمين في أنحاء الدنيا، ولا يدفع المال لحكام السعودية ليعاونهم على الإثم والعدوان. هذا واجب عليهم أن يفعلوا به. مليارات، مئات الملايين تدفع لحكام السعودية، تستعمل في الصد عن سبيل الله، وتستعمل في قتل المسلمين، ويدفعون أموالهم بالمليارات لحكام الأوروبيين. بالله عليكم، من أولى بالرفاهية؟ هل الشعوب الأمريكية والأوروبية ولا الشعوب السعودية والشعوب الإماراتية؟ من هو أولى بالرفاهية والعيش الكريم؟ هل هؤلاء الأوروبيون والأمريكان